انا من فترة كان نفسي اعمل سيشن مختلف، مش مجرد صور وخلاص. لا، كنت عايز حاجة فيها روح وحاجة تبقى تجربة مختلفة من اولها لاخرها. فجت في دماغي فكرة سيشن بالخيل، ومن هنا بدأت الحكاية. كلمت احمد حسين اللي هسيب لكم رقمه تحت وهعمل له منشن في الفيديو هنا، وقلت له ان نفسي نعمل سيشن خيل جامد. فهو بكل سهولة قال لي يلا بينا، زي ما هتشوفوا في الفيديو ده عايزين بالظبط. نعمل الستايل ده في تصوير سيشن كده، بس يبقى جامد قوي، وعايزين الجو يبقى حلو. ايه رأيك اجيلك امتى واظبط معاك الدنيا امتى؟ حبيبي، ايه الاخبار؟ نظبط سهل، الموضوع سهل جدا. يلا لو عايز تيجي دلوقتي انا ما عنديش مشاكل. بس انا بصراحة كنت شايل هم الطريق شوية، وخصوصا ان المكان في سقارة. فقلت له الصبح بدري ممكن نضيع وقت والدنيا تبقى مرهقة وكده. فقال لي خلاص يلا بينا، تعال نقضي اليوم سوا ونطلع الصبح بدري. وفعلا اتحركت ورحت. من اول ما وصلت حسيت ان اليوم ده مختلف جدا. قعدة حلوة، كلام وشاي ولمة جميلة، والدنيا كانت بسيطة ولذيذة من غير أي تكاليف. حسيت إني مش رايح شغل أو سيشن وخلاص، حسيت إني رايح يوم حلو مع ناس رايقة. وده في حد ذاته فرق جدا، لأن لما تبقى مرتاح ومبسوط كل حاجة بتطلع أحسن من غير ما تحس. طريقتك وطاقتك حتى الصور نفسها بيبقى فيها روح أكتر. تاني يوم بقى طلعنا بدري وبدأنا السيشن، وأنا بقول لكم بجد اليوم كان عظمة. المكان في سقارة أصلا جو مختلف، والمزرعة، وإن أنت يبقى معاك حد روحه حلوة وبيحب التصوير وبيحب الخيل، دي حاجة تخليك في عالم تاني. الخيل ليه هيبة رهيبة وحضور كده يخلي أي لقطة ليها طعم تاني. مع الجو والإضاءة النتيجة طلعت أحسن بكتير مما كنت متخيل، وبالذات إن دي مع الشخص الصح. واللي خلى التجربة مميزة أكتر إن أحمد مش بس حد فاهم في الخيل، لأ هو كمان فوتوغرافر في الأساس، وده فرق جدا، لأنه عارف إمتى اللقطة تتاخد ومن أنهي زاوية، وإنت تقف إزاي وتبص فين، وإزاي يطلع منك بأفضل شكل ممكن وتاخد منه أفضل صور وأفضل لقطات. ما تفكرش كتير، لو حابب تطلع طلعة خيل حلوة وفي نفس الوقت تتصور صور رايقة، تواصل دايركت مع أحمد حسين، وصدقني مش هتندم. وتكير.